قناة فايل المطعني. أعزائي أصدقائي وبالتأكيد أحبائي، قبل 3 سنوات كنت أبحث عن كتابة قصة تكون مؤثرة، قصة تكون اجتماعية، قصة تكون مثل حال أي كاتب. زين، أبحث عن قصة من الواقع. فسبحان الله يوم من الأيام وأنا يعني مشغول بهالفكرة هذه جاني اتصال. كان في إحدى الأخوات متصل فيني تقول لي سبحان الله، كنا حسيت كأني أنا أبحث عن قصة أو أبحث عن مادة إني أكتب فيها يعني. فقالت لي أنا عندي قصة، وكان قصتها واحدة من أغرب القصص اللي أنا سمعتها. شو تقول؟ تقول أنا كنت متعرفة على واحد، زين، حال أي بنت. هذا الواحد كل فترة تعال اخطبني، والله ما عندي مادة، ما عندي كذا، ما عندي كذا، فالمهم انه كان يتهرب منها. في يوم من الايام يقول لي حصل اللي للاسف مع عدم خبرته هي وعدم خبرته هو اكيد يعني. فحصل الشيء اللي ما تتمنى اي بنية. المهم انه الولد هذا مثل يقولوا اخوان المصريين فص ملح وداب. بعد ما عمل فعلته اختفى من حياته كلش. اختفى. تمت حيرة، مصدومة، تعبانة، يعني ما تعرف شو تسوي. عندها مشكلة، مش مشكلة، عندها مصيبة. وكان كل ما يجيها واحد شخص ترفضه، كل ما يجيها شخص ترفضه، هي خايفة من الفضيحة. فسبحان الله يوم من الأيام خلاص أمها وأبوها قرروا إنهم يزوجوها أي شخص يتقدم لها. أول واحد يتقدم لها خلاص يزوجونها حتى بدون ما يطلبون شورها، لأنها بدأت تكبر في العمر وبدأت ترفض أسباب يعني مش منطقية يعني. وهي نفسها عارفة إنه أسباب مش منطقية، والناس اللي يتقدمون لها يعني شباب ما شاء الله عليهم، يعني ما فيهم أي عيب يعني. ما في شخص ما في عيب، لكنه ما في العيب اللي البنت ترفض شاب يعني. ف أهلها قرروا يزوجوها. أول واحد يقدم لها خلاص يزوجوها. فقدم لها شاب، حاولت ترفض، ما قدرت. زين، أهلها وافقوا، خلاص تم الأمر على خير. إجا يوم الزفاف، زين، أو يوم كتب الكتاب أو يوم الملكة، نحن نسميه يوم الملكة. الصبح السيناريو كالآتي: الصبح قايمة نهضة مع اخوانها حالة يعني تحط السيناريو المناسب لهذا اليوم، كيف بيبدو، كيف بيكون عليه فستان العروس، كيف مثل اي بنت فرحانة بيوم زفافها يعني. وفجأة يتصل الماضي، يتصل الشاب اللي كان متعرف عليه، زين، يتصل فيها. كيف عرف ان هي متزوجة؟ ما اعرف، لان هي نفسها ما كانت تعرف. يتصل فيها، اتصل. هي خافت طبعا، يعني رفعت السماعة قالها فلان، فعاوز سكت التليفون فوقها. المهم تمت خايفة قلقة، حالة شو بتسوي؟ فضيحة، إذا الرجال قال شيء أكيد سمعتها طبعا. المهم تم الزفاف على خير. اليوم الأولاني، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس، البنت كانت في مرحلة قلق وخوف ان زوجها يعرف ان هي يعني مش اسمه مش فتاة يعني، او يعني انا لما كانت تقول القصة والله اتخيل موقفها، لا اجلس فعلا يعني. كمية الخوف اللي كانت فيه يعني ما لا تصدق يعني. فكل ما يتقدم يوم كل ما هي كانت تخاف، زين. فما كانت تشعر انها عروس. هو الرجل كانت يقول انها تدلع، زين، تعرف العرايس
في منها يدلعون يدلعون زين. فمرت الايام، مر شهر، هم على هالحاله، كل ما يبي يقترب منها، كل ما يبي يسولف وياه، تصيح تبكي حالته حال مش عارف شو هذا. فما ما يعني قال ما سالفه الدلع، في شيء اكبر من مساله الدلع، شيء اكبر منه. زين. فطبعا كرجل اكيد سال منه ها واحد من ربع يعطي معلومه، يده يعطي معلومه، اخوه يعطي معلومه، عمه يعطي معلومه، اذا كان عنده عم في نفس العمر هو وياه، شباب هو وياه، لا تلاقيه يعني هو لا نفسك يوغل مثله. زين. فيعطي معلومه. المهم في يوم من الايام يعني جلس معها جلسه حازمه، قال لي: انت ما صار الحين، شو المشكله عندك؟ ما شايف دلع، انا شايف خوف، شايف قلق، فخبريني شو السالفه. المهم قالت لي السالفه، منطقطه بالسلام عليكم، قالت لي كذا كذا، انا كنت اعرف على واحد وغدر فيني وساب لي صار. تقول لي: يا استاذ، من خبرته تم ما يكلمني ابدا، نقل هدومه الى الغرفه الثانيه، زين، وصار ما يكلمني كل شيء، ما يكلمني ابدا. زين. فتقول لي: انا من داخلي حسيت مش باهانه، حسيت بشيء اكبر من شيء، اني انا هي احتقرت نفسها ان انا عملت كذا ومش عارف ويش وهذا. بس تقول لي: ما ندمت اني خبرته، لان في النهايه هو كان لازم يعرف، فكان ضميري يعورني انه ما يعرف، كان لازم يعرف. بتقول لي بعدها تم تفكر شو الحل؟ شو الحل في مشكلتي؟ هو ما راضي يتكلم، وما راضي يخبر اهلي، وما راضي يسامحني. زين. فشو الحل؟ شوي 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 قلت ما في حل الا ان اتوجه الى الله سبحانه وتعالى. فبديت اصلي صح، بديت ادعي صح، بديت اتوسل الى الله سبحانه وتعالى. فكان كل ما يشوفني، يعني كل ما يجي البيت يلاقيني يا على السجاده ولا اطبخ له. زين. مرت الايام، تمينا شهر على الحاله هذه، شهر كامل ما يكلمني. زين. وانا شهر كامل ادعو الله سبحانه وتعالى بالفرج، شهر كامل. بعدها بشهر اتصل علي، قال لي: استعدي لين بروح بيت هلج، خلاص نبي بطلقك. طبعا طاح قلبي، عورني، حالتي حاله يعني ما يعني هو انا تزوجت عشان اطلق؟ هذا كان لسان حالها يقول، هو انا تزوجت عشان اطلق؟ لكنها خلاص امر الله سبحانه وتعالى. فقالت: انا استحكمت يعني بالله سبحانه وتعالى، خليت امري كله عند الله سبحانه وتعالى، دعيت الله سبحانه وتعالى، يعني خلاص انا عارف اني غلطانه. وانا قاعد اجهز الشنطه كنت ابكي، كنت عارف يعني اكيد بيسالوني بعد شهر ليش طلقت؟ وتعرف الناس والمجتمع اللي احنا فيه وكلام، وحده يعني ما مسوي شيء وتطلق، وكلام الناس يعني ما بالك وحده مسوي شيء وتطلق، كيف يكون كلام؟ اكيد مضاعف. فتقول لي: مر هاك اليوم كان يوم رعب، يمكن اتعس يوم في حياتي. انا كل ما اسمع هرن السياره، زين، انظر من الشقه اقول يمكن هو، فيطيح قلبي. كل ما حد مثلا اسمع دقه جرس عند الجيران ولا شيء اقول يمكن زوجي جاي عشان يشني، فيطيح قلبي. فتقول لي: كان يوم حسيت عن سنين. المهم اجى الرجل، زين، قال: نروح؟ قالت لي: محضر الشنطه، محضر شنطتها. قال: زين، بس يقولها قبل ما نروح، زين، بنطوف على شو اسمه، على محل مال تزيين، كوافير. استغربت، شو اللي بيطلقني وموديني محل مال كوافير عشان اتزين بحالتي حال، اول مره اشوف وحده تطلق وتتزين يعني. فرحت، شفت طلبه غريب يعني، لكن ما بليت حيلي يعني، رحت. لما صرت كان يترياني برا طبعا، بعد ما خلصت حالتي حال ابغى شو هذا، زين، اشوفه موديني صوب المطار. مو بطريق بيتنا، طريق بيتنا اندله عارفه، زين، ما بها طريق بيتنا. وحن في الصاله شفت مطلع جوازي وجوازه،
يقول الحين في الصالة يقول لي من اليوم بدأ شهر عسلنا، من اليوم بدأ زواجنا. قلت له قال لي قالها شباب انتبهوا لهالشيء، قالها هذا ماضي، وانا طول شهر كامل وانا اراقبك، اشوف رضاك الله سبحانه وتعالى، اشوف صلاتك، انظر الى عيونك، انظر الى كلامك. حسيت فعلا انك انت تبتي، وانك الحين تستحقي تكوني زوجة. ترى الانسان ما في انسان ما يغلط يا جماعة الخير، سواء كان شباب شابات حتى الحين ما في انسان ما يغلط، واللي حاسب الله سبحانه وتعالى. نحن ما نحاسب البشر، واللي دائما الله سبحانه وتعالى، نحن ما نهدي البشر. بس يا جماعة الخير باب التوبة مفتوح، وباب الطريق إلى الله سبحانه وتعالى مفتوح. إذا الشخص يبي يتوب صح ربنا يفرج عليه، وربنا سبحانه وتعالى يعطيه من خيره ومن فضله. عشان شيء أنا أقول لكل شخص غلط أو كل فتاة غلطت توبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أنا ما معنى أني أقول غلطة لا لا لا، أنا اللي أقوله يا جماعة الخير باب التوبة مفتوح اليوم إلى يوم القيامة.